عاوزين يطلبوه من بره، وقال ايه الرغيف الواحد بس ب50 جنيه ولا في حاجة اصلا. طب هيكفي ايه ولا ايه؟ عاوزة اقول لكم بقى، فكرت كده ودبرت وعملت لهم احلى صينية. سم الله وصلى على رسول الله، وتعالوا نشوف فيديو النهاردة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب زي ما انتوا شايفين كده، أنا معايا كفتة ودايما بكون مجهزاها كده عندي في الفريزر. من ضمن الحاجات اللي بحب اللي أنا أجهزها. تجهيز الحاجات دي يا جماعة بيوفر عليك الوقت. طب ده كان الكفتة بصفة عامة لما بحب أعملها، ودي كانت أوردرات بتطلب مني بسبب نجاحها وإنها بتبقى بتمط كده وطرية ومتماسكة. كيلو الكفتة يا جماعة بتحط عليه ربع من اللي هو الدوش أو البوش من عند الجزار، بتحط عليه نص كوباية برغل منقوع، بتحط عليه بصلاية وسط مش كبيرة قوي، وبتصفي منها المية، وكل الحاجات دي كلها تفرميها كويس قوي وتخليها زي العجينة علشان تطلعي أحلى كفتة، طبعا بإضافة البهارات. تمام. طيب أنا النهاردة بقى هم كانوا عاوزين كده يشتروا بقى في مطعم كده بيبيع أرغفة كده فيها كفتة وفيها سجق. قلت والله الرغيف ب50 جنيه يا جماعة ما فيهوش حاجة. قلت طب وعلى ايه، دي اكله بسيطه وسهله. طلعت كيس كفته زي ما انتوا شفتوا كده وكورتها. طب معايا ايه بقى؟ معايا فلفل الوان ومعانا بصلايه كده علشان نحبشها كده ونخليها اكله جميله. ودي من ضمن الاكلات يا جماعه السريعه والبسيطه، واللي احنا برضو بنبقى مجهزينها، واقول لكم دلوقتي يعني كل تجهيزاتها بتبقى عندك في الفريزر، زي الكفته، زي السجق. في ناس بتقول صدق وفي ناس بتقول سجق، احنا في القاهره بنقول سجق. تمام. طيب هناخد بقى الحاجات دي نفرمها كده. وعلى فكرة السجق انا عملته معاكم قبل كده وكان تحفة وجميل، وفي ناس ما بقوش اصلا بيشتروه من بره. اللي بتشتريه من بره بيبقى فيه نسبة دهون عالية قوي قوي، وبرغل وفول صويا وحاجات ما فيهوش لحمة اصلا. طب المهم اللي انا خدت الكفتة اللي انا دورتها وحطيتها على النار كده، وهديت عليها النار علشان بس ايه تبدأ تتماسك كده وتستوي نص سوا. بعد كده هننزل فوطة بقى علشان طبعا هنشوح وحاجات ما تبهدلش الدنيا. هننزل بالسجق بتاعنا. انا هنا ما حطيتش ولا اي مادة دهنية حتى في الكفتة. ليه؟ لان الكفتة زي ما قلت لكم احنا حاطين لها بوش او دوش، بيبقى عند الجزار، فطبعا ده بيسلي كده وهينزل كمان مية. يعني لما هتغطي انا هنا مهدية النار. تمام. بنحط السجق كده زي ما انتوا شايفين ونغطي بقى. انا كمان ما عملتش السجق اللي كان عندي كله. بتهدي النار لحد لما بيبتدي كده ينزل الميه، لان السجق طبعا بيبقى حاطين فيه برضو زي ما قلنا فول صويا، بنبقى حاطين فيه فلفل، حاجات كتيره قوي. تمام. علشان كده بيرمي معاكي كميه حلوه. لو حابين الطريقه قولوا لي وانا انزلها لكم في التعليقات. يعني قولوا لي لو عاوزين طريقه السجق انزلها لكم في التعليقات، او انزلها لكم بكره اعمل لكم اعاده شير زي ما تحبوا بالظبط. نزل هدينا بقى كده، بيبتدي ننزل الدهون اهو اللي فيه وبيستوي فيها، ما نحطش دهون تاني. وبعد ما بيستوي تماما السجق مع الكفتة، بننزل بقى بالبصل مع الطماطم مع الفلفل اللي احنا حطيناه كده، وكمان حطينا عليهم فص توم. تمام كده. ونبتدي ان احنا نقلب كده. الله بجد علشان ايه بقى قولولي؟ سندوتش يتباع ب40 جنيه، وطبعا بقى ايه ده في حاجات بقى ايه وصاية واسامي كده حاجات غريبة وصاية، عاوزة مش عارفة ممتاز، عاوزة حاجات غريبة. واسعار بقى السندوتش ما فيهوش حاجة. ده انا كمان هنا حتى البصل انا فرماه، هما بيبقوا حاطين بصل كبير وفلفل، يعني السندوتش اصلا كله عبارة عن بصل وفلفل بس. محل نظيف يعني محل حلو بس غالي. تمام. اهو احنا عملنا ما شاء الله صينيه تكفي الكل. طب قولوا لي بقى لو كنا اشترينا زي ما هم عمالين يقولوا لي كده هناكلك اكله النهارده وهنطلب بقى، قلت لهم هتطلبوا ايه؟ ده مش مستاهل يا جماعه. سندوتش ايه اللي ب40 جنيه؟ زي ما انتوا شفتوا كده. تعالوا بقى كده بصي بقى، بنعمل احلى سندوتش اهو، وهنعمل لهم كذا رغيف كمان. انا هنا كانت بنتي لسه بقى بتعمل كمان سلطه طحينه، تحطي عليها سلطة طحينة كده. أكلة لذيذة وسهلة كده، تعمليها لما تكوني كسلانة، تعمليها لما تكوني حيرانة، لما تكوني عاوزة تروقي عليهم. أكلة تحفة. وزي ما قلنا كل حاجة بنعملها في البيت. أنا السجق لو حابين قولولي وأنا أنزله لكم في التعليقات، إحنا لسه كنا عاملينه مع بعض.
الله بجد، شوفي بقى بتعملي كام سندوتش سجق جميل. لما بتكوني عاملاه في البيت بيبقى مضمون، ضامنه انت حاطه فيه ايه. اللي بيتباع بره ده يا جماعه والله نسبه اللحوم فيه لا تذكر، بيبقى عباره عن شغط. بيلموا كل الشغط بتاع اللحوم بيملوه فول صويا. طب يا رب بقى فيديو النهارده يكون عجبكم، والسلام عليكم.